عوض القرني هو خادم الإخوان في السعودية، وأنا مستعد أن أتحاور معه وأن أجلس معه على أي طاولة عشان ما يطلع مرة ثانية يقول ما في تنظيم، وهو خادم الإخوان في السعودية وهم يسمونه أسد الإخوان. إذا كنت أسد فكن مما يقول كلمة الحق. جميل. يوجد تنظيم، ونحن في السعودية يعني لن نسكت على هذا التنظيم الآن، لأن فيه هجمة على بلاد الحرمين من هذه التنظيمات بعد أن قويت شوكة الإخوان. السبب في هذه أساسا التنظيمات غير مسموحة مهما كانت يعني. طبعا سئل عوض القرني في البيان التالي مع عبد العزيز القاسم، قيل له هل يجوز أن يكون الإنسان له تنظيم سري في دولة إسلامية شرعا؟ قال لا يجوز. جميل. وأنا أقول له إذا كنت تفتي بهذه الفتوى ومقتنع بها دينا وديانة الله سبحانه وتعالى، فإنه حرام عليك أن تعلم من هناك تنظيم في بلاد الحرمين وأن تفتي بهذه الفتوى ثم بعد ذلك تخالف هذه الفتوى، والله جميل. إنك آثم آثم آثم. جميل. نحن نقول ليش قلنا جنود بيت المقدس لا نريد تنظيمات. أنا مع فتوى الشيخ ابن عثيمين محو هذه التنظيمات. أنا سأحاول بقدر ما أستطيع إلى أن أكشف هذه التنظيمات وأن نعود أمة واحدة. هذا من أراد الإخوان فليذهب إليهم، فقد حكموا في تركيا وقد حكموا في تونس وقد حكموا في مصر. خلاص تبغى الإخوان راح هناك، هذه القيادة. أما تكون في بلد الحرمين وتعلن الولاء بلسانك لولاة الأمر وللعلماء وتخدعنا، لا لسنا أغبياء بدرجة كافية. انتهى الموضوع الآن. الدكتور عوض القرني قال في أكثر مما قال في لقاء، وقد صبرت عليه 5 سنوات عله أن يقف أسد الإخوان في الجزيرة، وأن يكون صادقا أمينا وأن لا يخادع الناس. يسأل هل يوجد تنظيم في السعودية، وهو يقول لا يوجد تنظيم وإنما يوجد تيار فكري. أقول عيب عليك يا دكتور علي. جميل. عيب عليك أن تقول ذلك وأن تكذب وأن تخدع الشعب السعودي. يوجد هنالك تنظيم، وهذا هو خدام للإخوان والتنظيم العالمي، وأثر تأثيرا بالغا على شبابنا وعلى أفكارنا. أنا أدعو كل واحد كان في التنظيم إخواني أو سروري وخرج منه وهو يعلم هذه التنظيمات وأدبياتها وكيف أنها أنشأت كره الولاة من خلال المجالس المغلقة، ثم خرجوا بعد ذلك وقد فسدت حياتهم، وبعضهم قد انتكس، وبعضهم ترك الدعوة، وبعضهم حصلت له مشاكل مع أهله وعائلته يوم أن تركهم في سبيل الحزب. أتمنى أن يخرج ويقول أنا كنت في التنظيم وتركته والحمد لله. ثم أدعو إلى كل من كان في التنظيم سواء كان قائدا، وأنا أعرف ناس عندهم قيادات موجودين في الشورى، موجودين في مفاصل الدولة، يجب أن تتركوا التنظيم. خلاص انتهى الموضوع. أقول لك الذين يقولون ليس هنالك تنظيمات في الخليج، أنا أقول لك 1 تنظيم في عمان كشف قبل 10 سنوات وتم القبض عليهم والقضية مشهورة. 2 تنظيم في قطر. كيف حال التنظيم في قطر؟ أولئك الأبطال. أنا أحيي الدكتور جاسم سلطان الذي هو كان في تنظيم الإخوان في قطر ورأى أن هذا التنظيم ليس له فائدة يوم أن حل التنظيم. يا إخوان السعودية، يا تنظيم السعودية، اقتدوا بجاسم سلطان الذي حل التنظيم وأصبح يساهم في النهضة وفي الدعوة من خلال دولة قطر. هذا هو الرجل النموذج، وانظروا إلى واقعه الآن. ثم التنظيم في الكويت معروف، والتنظيم في البحرين معروف، والتنظيم في الإمارات أيضا معروف. يوجد تنظيمات. يجب أن يقف الاتحاد الخليجي، اتحاد خليجي، ولتكون لجان شعبية خليجية أن تقف وقفة أمام هذه التنظيمات التي تريد أن تخترق ديننا ومنهجنا ومجتمعنا وأفكارنا. ثم بعد ذلك تحصل مصائب لا يعلمها إلا الله. سبحان من أظهر التوحيد للبشر، وحين من حرفوا عن شرعه غرقوا في ظلمة الجور والأغلال